لما بتفرج على افلام الملك فريد شوقي بيبهرني قوي جدعنة العصابة معاه. يعني هم مثلا بيكونوا 15 أو 20 واحد، ومع ذلك ما بيهجموش عليه كلهم مرة واحدة أبدا، لا، كل واحد يدخل في دوره علشان ياخد له لكمية شلوت من الملك. يعني مبدأ الكترة تغلب الشجاعة ده ملوش وجود في السيما أبدا، عشان لو اتحقق ما كانش هيبقى في حاجة اسمها شجيع السيما. أنا نور الصواف وده التاتش بتاعي. في أوبريت الليلة الكبيرة عم صلاح جاهين لخص الجوب ديسكريبشن بتاعة شجيع السيما وقال: أنا شجيع السيما أبو شنب بريمة، أول ما أقول عليه هب واصرخ لي صرخة السبع يتكهرب ويبقى فرخة. يعني ببساطة شريكي في التاتش الشجيع في صورته الكلاسيكية القديمة عبارة عن شنب مبروم، صوت عالي يرعب، وطبعا الهيبة اللي تخلي أي حد يفكر مرتين قبل ما يقرب له. طب أنت كمشاهد فاكر مين أول شجيع سيما في مصر؟ إحنا عارفين الآخر طبعا، عندنا أمير كرارة، أحمد العوضي، عمرو سعد، محمد رمضان، وطبعا أحمد السقا أبو الجدعنة. بس قبل ما نوصل ونتكلم عن الشجعان دول، تعال أحكي لك من الأول إزاي ترعرع في وادينا كل الشجعان بتوع السيما. لما ظهرت السينما كوسيلة فنية جديدة، نجوم المسرح راحوا لها بكل أدواتهم ومواضيعهم، واللي كانت غالباً معتمدة على الكوميديا أو التراجيديا، والأبطال مؤدبين ومهذبين وكلامهم بين العامية والفصحى، وطبعاً ده مع الأسلوب المسرحي اللي معتمد على الصوت العالي والخطابة. الحزبة الجديدة اللي عايز تستعبدني بيها كفاية خداع. عرفت إن حنانك مزيف، مربوطك إجرام، ابتسامتك شرك. عرفت إنك بتغطي بجفونك المثمرة المكر والشر. قتلتني تحت ستار الرحمة، مش عايزة أشوفك تاني ولا أسمع صوتك. أنا بكرهك بكرهك. أما الأكشن في المسرح كان ممكن نلاقيه في المبارزات بتاعة الروايات التاريخية، لكن في السينما الموضوع مختلف تماما. عندك بقى استوديوهات واسعة ومشاهد خارجي فتقدر تعمل فيها كل الأكشن اللي قلبك يحبه. طب تفتكروا مين بقى أول واحد قرر يعمل التاتش اللي ما حصلش ويبقى أول شجيع سيما في مصر؟ تجاوبليش بسرعة بس كده وتتسرع وتقول لي فريد شوقي أو أنور وجدي. الإجابة غلط. صدقني لما عرفت اندهشت، وبالتالي سوف أدهشك شريكي في التاتش. الأكشن المصري ابتدى على إيد الأخوين لاما أيام السينما الصامتة في فيلم قبلة في الصحراء. في الفيلم ده حاولوا يعملوا أكشن مصري بطابع شرقي شبه أفلام الغرب الأمريكي، وفضلت الأفلام الأمريكية مرجع لكل المخرجين بعد كده، بس كل واحد وطريقته في إنه يمصر الحركة بالطريقة بتاعتنا. يعني نقدر نقول إن بدر لاما بطل الفيلم هو غالبا أول شجيع سيما عرفته السينما المصرية، وده حسب ما ذكر المخرج سمير سيف في كتابه أفلام الحركة في السينما المصرية 1952-1975. وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر المخرج نيازي مصطفى، واحد من أهم مخرجين أفلام الحركة في مصر. نيازي كان راجع من بعثة في ألمانيا وعمل فيلم طاقية لخفة بتاع بشارة وكيم سنة 1944. التاني اللي جه في بالك ده اسمه سر طاقية الإخفاء بتاع عبد المنعم إبراهيم، كان نيازي أخرجه تاني سنة 59. نيازي بعدها بدأ يعمل أفلام حركة نقدر نسميها الويسترن الشرقي، يعني أفلام مصرية في الصحراء بقى، حيث البدو والخيل والمعارك بالسيوف. من أشهر أفلامه رابحة سنة 1943، وعنتر وعبلة سنة 1945، وسلطانة الصحراء، وسر الأميرة. كل الأفلام دي كانت من بطولة مراته كوكا. طبعا أفلام الحركة ما كانتش احتكار لنيازي مصطفى، ظهر كمان مخرجين عملوا أكشن في أفلامهم زي صلاح أبو سيف وكمال الشيخ. بس لما نيجي بقى لأبطال أفلامهم دي هنلاقيهم ناجحين، بس محدش فيهم اتصنف إنه شجيع سيما. تفتكر ليه شريكي في التاتش؟ وقتها كان في يحيى شاهين وعماد حمدي ومحسن سرحان، نجوم كبار وليهم نجاحات، بس محدش فيهم عمل اللي عمله أنور وجدي. قبل ما يسمع أي حد عن اسم فريد شوقي كبطل أكشن مصري رقم واحد، كان أنور وجدي هو الحصان الأسود الرابح في الأربعينات. المخرجين والمنتجين كانوا شايفينه هو البطل اللي يقدر يقنع الجمهور لو دخل معركة ضد عصابة كاملة لوحده. وأي حد فيكم شاف فيلم الوحش أو رايا وسكينة، وبالمناسبة الاتنين إخراج صلاح أبو سيف، هيعرف ليه أنور وجدي كان هو شجيع السيما الحقيقي في وقتها، لأنه كان نجم وسيم اللي بيجسد الشهامة والشجاعة وبيواجه الخطر من غير خوف، وكمان عنده كاريزما تخلي الناس تتعلق بيه. بعيد بقى عن التجارب دي، أنور وجدي كان بيقدم الأكشن في أفلام شركته الخاصة، بس جو الأكشن عنده كان مختلف لأنه كان فيه لمسة كوميدية واستعراضية. كان دايما الفارس النبيل اللي بيروح ينقذ البطلة وبيضرب العصابة كلها
لوحده، وشعره لما كان يتنعكش كده بانفعال وطريقة استعراضية. طبعا فاكرين القصة اللي كانت بتطير، كانت حاجة بتأثر في الجمهور جدا، وهات يا تسقيف في الصالة للبطل. بس خليك عارف إن شجيع السيما عند أنور وجدي كان لسه برضه بيدور في فلك السينما الأمريكية وأبطالها. شعره وهيئته وشنبه اللي شبه كلارك جيبل بس شبه شجعان السيما في هوليوود. هو صحيح قدر يملأ المساحة دي كويس، بس برضه ما كانش لسه ظهر شجيع سيما شبه الناس في حواري مصر. طبعا انت دلوقتي جه في بالك ان الكلام ده ينطبق جدا على فريد شوقي. والله ما هزعلك، انت صح. ملك الترسو فريد شوقي، بس قبل ما يبقى ملك كان وزير شرير. في الأربعينات فريد دخل السينما من الأدوار الصغيرة لدور شرير اللي بيرفع حاجبه بطريقة مبالغ فيها وبيتضرب من البطل في آخر الفيلم. طب انت عارف ان في فيلم فريد شوقي هو اللي كان شرير ومحمود المليجي هو اللي كان طيب؟ هو كان فيلم نادر اسمه الإيمان، وتقريبا كان الفيلم الوحيد اللي هتلاقي فيه المليجي بيضرب وينتصر على فريد شوقي. ومش بس كده، ده المليجي كان طالع شاب طايش بيبكي على حبيبته اللي راحت منه، وفريد شوقي هو الفيلن اللي بيدبر له المغرز التمام. طبعا معظمكم ما يعرفش الفيلم ده، بس دوروا عليه هتلاقوا تبادل أدوار عجيب بين المليجي وفريد شوقي. فريد عمل حوالي 30 فيلم تقريبا طلع فيهم الشرير، كان هو بديل محمود المليجي اللي كان المنتجين بيخطفوه من بعض. بس فريد كانت عينه على البطولة، وبدأ يمهد لده بإنه يظهر خفة دمه في أدوار الشر اللي بيعملها. مش بس كده، ده كمان عمل لازمة وشرف أمي اللي خلت الناس تحس إن طريقته قريبة منهم، وهي دي الحتة اللي قدر يعدي منها بذكائه للجمهور اللي استقبله كبطل في فيلم الأسطى حسن. فريد شوقي لما كتب قصة الفيلم ما عملش قصة بطل طيب، بالعكس قدم شخصية طبيعية شبه الناس ليها أخطاء وعيوب. صنايعي في ورشة اتمرد على الفقر وقرر يبيع نفسه لست غنية من الزمالك، حاجة كده عكس أفلام الفترة دي اللي أبطالها أفندية ولابسين بدل. يجي فريد شوقي ينزل بفيلم مختلف في نفس السنة اللي قامت فيها ثورة يوليو علشان الظرف التاريخي ده يخدمه كنجم شباك بيعبر عن الصنايعية وولاد الطبقة الشعبية. بعدها فريد عمل فيلم حميدو، وفي الفيلم ده اكتشف ان الناس في الصالة مستنية معاركه مع المليجي وبتتفاعل معاها ومع الأحداث، فقرر يلعب على الحتة دي وعمل ثنائية مع المليجي في أفلام كتير. والناس بقى ما كانش فارق معاهم خالص مين البطلة اللي قدام فريد شوقي، المهم هو هيضرب المليجي في كام مشهد. بعد نجاح فيلم حميدو ظهر لقب وحش الشاشة. أما بقى بعد فيلم شياطين الليل سنة 1966 ظهر لقب الملك. بس أكتر لقب فريد شوقي كان بيحبه وكان ليه مكانة خاصة في قلبه كان لقب ملك الترسو، لأن جمهور الدرجة التانية والتالتة في السينما هم اللي طلعوا عليه اللقب ده، وهي دي الطبقة الشعبية اللي كانت تقف طوابير علشان يشوفوا أفلامه ويتفاعلوا مع أحداث الفيلم في السينما. ده حتى في فيلم 30 يوم في السجن أمشير اللي هو فريد شوقي كان بيقول سقفة للنبي من هنا والسينما تترج تسقيف من هنا. ما تشجعونا يا جدعان، سقفة للنبي. لدرجة كمان إن الأفلام التانية كانت بتنسق مواعيد عرضها علشان تستفيد من الزحمة والجمهور الكبير اللي بيجي مخصوص علشان فريد شوقي. في نفس المرحلة اللي فريد شوقي كان نجمها بلا منازع طلع رشدي أباظة وأحمد رمزي وغيرهم من الجيل اللي حاولوا يلبسوا بدلة شجيع السيما، وكل واحد فيهم فعلا قدم البطل الشجاع بطريقته. رشدي بالكاريزما والوسامة، ورمزي بخفة الدم والرشاقة. بس برضه فريد شوقي فضل مسيطر رغم ان تكوينه الجسماني كان ضخم ومش بالمعايير الرياضية المتناسقة، لكنه كان عنده حاجة أهم، موهبة وكاريزما وقاعدة جماهيرية مش عادية، وحضور على الشاشة يخليك تصدق انه يقدر يضرب 50 واحد في خمارة بحري. وكان ليه حركة مشهورة كده لما يبرق بعينيه قوي يخليك تحس انه هيطحن المليجي علقة موت. هات اي حد قول له مين شجيع السيما ايام الابيض واسود، اول اسم لازم يتقال هيبقى فريد شوقي. خليني اقول لك بقى ان الافلام الاكشن في الستينات خدت ضربة كبيرة جدا، خصوصا بعد نكسة يونيو 67. الدولة وقتها بدأت تسيطر على الانتاج السينمائي عن طريق القطاع العام، وده خلى التركيز يروح لافلام بتناقش الواقع الاجتماعي والهزيمة والانكسار، زي فيلم شيء من الخوف او الزوجة التانية. يعني ما بقاش في مجال للبطل اللي بينط من فوق سطوح ويضرب 4 بعصاية واحدة وكده. اما القطاع الخاص كان بيقدم يا اما كوميديا هزلية يا اما افلام حركة متواضعة جدا جدا في مستوى الكتابة والتنفيذ. شريكي في التاتش، سيبك من اللي في ايدك دلوقتي وركز لي هنا، عشان هنا هتبدأ النقلة الكبيرة. شجيع السيما اتغير، ما بقاش ابن البلد الصنايعي
لا، ده بقى الشاب المتعلم اللي لابس بدلة كاراتيه ومتأثر ببروسلي كأنه خارج من فيلم صيني مدبلج. وده بالظبط اللي عمله المخرج حسام الدين مصطفى في فيلم الأبطال سنة 1974. جاب أحمد رمزي بطل شيك جامعي جسمه رياضي، وفي نفس الفيلم كان معاه فريد شوقي. هو المخرج غالبا كان عايز يقدم الأكشن التقليدي والجديد مع بعض، بس ما عملش حسابه إن الفيلم ده هيتسف عليه سنين قدام وهيتحول لفيلم كوميدي بعد 50 سنة. اهدى بالله وصلي على النبي. وبالمناسبة الفيلم ده فشل غير عادي، ما جابش غير 10,000 جنيه رغم ان تكلفته الانتاجية كانت 30,000 جنيه. يعني لا تقليد احمد رمزي للمرحوم بروسلي نفع، ولا حتى فريد شوقي بكل تاريخه وقيمته قدر ينقذ الموقف. في السبعينات الدنيا كانت ملخبطة شوية في حتة شجيع السيما. فريد شوقي كان كبر وبقى يميل اكتر لدراما فيها دموع وصعبانيات او يدخل على الكوميديا. الساحة وقتها فيها بقى محمود ياسين، نور الشريف، حسين فهمي، بس مفيش واحد فيهم لبس بدلة شجيع السيما بعد وحش الشاشة. نور الشريف كان عنده محاولات انه ياخد اللقب ده وعمل فيلم زي دائرة الانتقام سنة 76 مع سمير سيف. وسمير سيف طبعا مخرج شاطر قوي في الاكشن، بس بصراحة اللي نقدر نقوله ان فيلم الحركة الافضل في مسيرته هو فيلم المشبوه سنة 81. فيلم المشبوه ما كانش بس فيلم اكشن معمول حلو، ده كان رجوع لفكرة البطل اللي شبه الناس، اللي بيغلط وبيحب وبيحاول يصلح. وعشان كده لما الفرصة جت لعادل امام مسك فيها بايديه واسنانه وقدر يقدم نفسه كبطل شعبي. بس تعالى بقى كده ركز معايا شوية، الأكشن في الفيلم ده كان مختلف تماما عن أي حاجة قبله. يلا نحلل المشهد سوا. مشهد خناقة عادل إمام اللي هو ماهر النمر مع فؤاد أحمد حمودة الأقرع في السجن. المشهد ما كانش تقليدي، تحسه حقيقي. عادل إمام بيجري ورا فؤاد أحمد ويطلع موس من بقه ويبتدي يضربه. مشهد حقيقي جدا وطريقة انتقام لايقة على المكان اللي هم فيه. بعد المشبوه عادل إمام بقى هو البطل الشعبي الجديد، وعمل أفلام زي أنا اللي قتلت الحنش وسلام يا صاحبي. طبعا ما نقدرش ننسى النمر والأنثى اللي قدم فيه دور ضابط متمرد وقع فريسة للإدمان على إيد تاجر المخدرات عبده القماش. في الثمانينات بقى والأول مرة ظهر على الشاشة شجيعة سيما. أيوة بقى زي ما سمعتها كده، بطلة أكشن بتضرب وتجري وتنط. نجلاء فتحي قررت تجرب الحتة دي ولبست بدلة الكاراتيه وقدمت دور مختلف تماما عنها في فيلم المرأة الحديدية. فيلم حاول يقدم نموذج بطلة قادرة إنها تواجه وتنتقم وكمان تاخد حقها. ماجدة مرات حسن اللي انتوا قتلتوه. قتلتوه ليه؟ قتلتوه ليه؟ في نفس الوقت سماح أنور دخلت المجال وعملت أفلام فيها بقى مطاردات وموتوسيكلات وأكشن وحاجة جميلة جدا جدا زي فيلم حالة تلبس مثلا، وكان عندها حضور بدني خلت الناس تصدق إنها فعلا بطلة أكشن. والمخرج حسام الدين مصطفى قرر يرجع بالأكشن النسائي بس من باب الكوميديا، وعمل سلسلة أفلام زي المشاغبات والكابتن والمشاغبات الثلاثة. بس للأسف تجربة شجيعة السيما دي ما كملتش. فكرة إن الست تبقى بطل شعبي ونجمة حركة وتضرب وتتضرب بعيدة قوي عن اللي عايزه الجمهور. أما في التسعينات رجعنا تاني نغش من هوليوود. السينما الأمريكية كانت بتقدم أبطال بحجم عضلات مش طبيعي، سيلفستر ستالون، فان دام، شوارزينجر. المنتجين عندنا بصوا ما لقوش حد ينفع من نجومنا، فقالوا نجيب ناس عندهم عضلات وبس. فطلع لنا وقتها الشحات مبروك ويوسف منصور. وما كانش بقى مهم الفيلم وقتها يكون مكتوب كويس ولا لا، المهم البطل بجسمه يقدر يقنع انه بكف هيضرب 1000. والناس كانت بتتفرج علشان الاكشن مش عشان القصة. والحكاية دي فضلت ماشية لحد ما دخلنا على الألفينات وظهر أحمد السقا وبدأ يقدم أكشن من فيلم همام في أمستردام. ورغم إن فيلم مافيا البطولة رقم 3 في مشواره، بس هو ده اللي فعلا ثبت رجليه في السوق إنه نجم أكشن. ولما عمل تيتو رفع السقف أكتر، بس اللي فعلا يحسب له إنه رجع يعمل أكشن مصري أصلي كان فيلم الجزيرة وإبراهيم الأبيض. الفيلمين دول بالذات كانوا قمة توهج السقا، وكل الناس شافت قد إيه هو مذاكر الحتة دي جدا ومطور نفسه فيها قوي. وفي نفس الوقت كان كريم عبد العزيز بيجرب يبقى
البطل الشعبي في أفلام زي أبو علي وواحد من الناس، بس كان بيعتمد أكتر على الكاريزما والشقاوة وخفة الدم. هتقولي طب وأحمد عز؟ هقولك عز دخل من باب مختلف، بدأها من عند السسبنس والأكشن الرايق في ملاكي اسكندرية، وبعد كده وسع لنفسه الطريق في الرهينة وبدأ الفائد لحد ما وصل لسلسلة أفلام ولاد رزق. محمد رمضان لما طلع وقال أنا في الساحة واقف لوحدي ما كانش بيبالغ، هو فعلا كان واقف لوحده في حتة تانية خالص. بدأ بالألماني، بعدها عبده موتة، بعدها قلب الأسد، والثلاث أفلام دول تحديدا خلوه نجم شعبي. بس السؤال اللي ناس كتير ما وقفتش عنده، ليه رمضان نجح بسرعة الصاروخ بالأفلام دي؟ تعال أقول لك شريكي في التاتش. رمضان جه في وقت الشارع المصري كان بيغلي، الناس تايهة والأمان ضايع، واللي كان متصدر المشهد الحقيقي هم بعض شباب المناطق الشعبية اللي المجتمع كان مسميهم سرسجية. ده المجتمع اللي قال مش أنا، بس الحقيقة إنهم كانوا أكتر فئة بتدخل السينما وتدفع ثمن التذكرة. فرمضان عرف يعبر عن ولاد الطبقة الشعبية الجدد، كان زيهم في الشكل واللبس والكلام، ما كانش وقتها بقى عنده جسم رياضي، بس كان عنده صوت وحركة سريعة وخناقات شبه اللي بتحصل في الشارع. قدر يعمل خلطة كده فيها انتقام وجدعنة وذكاء، وده خلى الناس تتعلق بيه جدا وتشوفه بطلهم. ومن ساعتها الخلطة دي بقت موضة، ونجوم كتير مشيوا وراه في الموضة الجديدة دي زي مصطفى شعبان وعمرو سعد، لحد لما جه أحمد العوضي وبدأ يقدم تنويعات على شخصية ابن البلد، بس دايما كان عنده كاركتر واحد، شجيع السيما العصري. كلهم بيقدموا شجيع السيما في ثوبه الجديد، البطل الشعبي اللي بينتصر على الكل، في الخلفية أغنية مهرجانات بتمجد فيه. شجيع السيما مش مجرد واحد بيضرب ويتضرب، ده مراية للزمن اللي طلع فيه، من أنور وجدي لفريد شوقي لعادل إمام لأحمد السقا وصولا لمحمد رمضان. كل واحد من النجوم دول عرف يعبر عن المزاج الشعبي في عصره، وكل جيل عنده شجيعه اللي بيحبه، اللي بيصدق إنه يقدر يحميه ويدافع عنه حتى لو قاعد على كرسي السينما بعلبة فشار. أنا نور الصواف، وده كان التاتش بتاعي. ما تنساش بقى شريكي في التاتش انت كمان تعمل التاتش بتاعك باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس. أشوفكم في الحلقة اللي جاية.